السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني يا بنات جدا 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 من الفيديو الاخير. ان شاء الله باذن الله النهارده هنعمل مع بعض كده الحمام. يلا كده يا بنات تشجعوا واللي عندها الحمام بتاعها متبهدل زي حالاتي كده، مع ان ما اعتقدش ان في حد حمامه متبهدل كده، بس يعني الله يسامحهم والاولاد بقى. زي ما أنتم شايفين الحمام اتبهدل جدًا، 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 بس بابدأ معاكم في أي تفاصيل. نقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم ادخلني في حولك وقوتك يا الله. وكمان ما ننساش إن إحنا ندعي لإخواتنا في فلسطين، اللهم بردا وسلاما على أهل فلسطين، اللهم بردا وسلاما على أهل فلسطين. طبعًا زي ما أنتم شايفين الحمام عامل إزاي، اتبهدل جدًا، 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 وده بقى ليه يا بنات؟ والله هو مش بسببي، ده بسبب الأولاد. المهم الأولاد يعني إيه، قُلت لهم يدخلوا يعني ياخدوا الشاور بتاعهم وكده، فكل واحد يعني وهو داخل الحمام يجيب إيه عزكم الله يعني الشبشب بتاعه، علشان يعني يتغسل، لإن متبهدلين جدًا، جدًا، فعايزين يتغسلوا. فبصراحة الأولاد يعني لسه ما أخدوش الشاور بتاعهم ولا أي حاجة خالص، فقاموا داخلين حاطين الشباشب بتاعتهم تحت المَيّة، فنزّلت المهم إيه، نزّلت التراب على الأرض ده، لإن طبعًا أنتم عارفين في راس البر بيبقى في تراب وكده، فالموضوع بيبقى مليان تراب جدًا، يعني تراب الشباشب بتاعتهم عايزة تتغسل على طول. فإيه، فلمّا ملوها تراب كده فخافوا بصراحة، فقاموا حاطينها في الحوض. يعني هُم كده ما عملوش حاجة، يعني هُم كده في اعتقادهم إن التراب اللي على الأرض ده جِه لوحده يعني. أنتم متخيلين التفكير؟ فقاموا حاطينهم في الحوض يعني، فدخلت لقيت المنظر ده، فقُلت يعني أنتم عملتوا إيه كده؟ أنتم بهدلتوا لي الدنيا كده ليه؟ المهم قُلت خلاص أغسل الحمام يعني، وبعد كده يعني ياخدوا الشاور بتاعهم وكده، وبعد كده يعني مش عارفة يعني قُلت أعاقبهم يعني والّا أعمل فيهم إيه؟ بس هُم يعني لسه أطفال وكده تفكيرهم لسه على قدّهم. المهم طبعًا الحمام كان عايز يتغسل غسلة كويسة بصراحة، يعني عايز بُصّوا يتنضّف كده تنضيفة عميقة جدًا، جدًا، جدًا. طبعًا أنتم عارفين إن الحمام مطرح ما الواحدة يعني بناخد shower وكده، بييجي ينزل صابون على الأرض، على الحيطان، على السيراميك كده، بيبقى في صابون كده معلّم علامات وكده، فيعني لازم الحمام يتغسل غسلة كويسة. يعني ده بقى يعني اللي هو التنضيفة العميقة اللي إحنا بنبقى مثلًا إيه، كل مثلًا أسبوع مرّة اللي هي السيراميك وكده، لكن طبعًا اللي هو دايمًا، دايمًا بنعمله الحوض والتويليت أعزكم الله يعني، ده دايمًا معانا كل يوم. الحوض والتويليت يعني، ولكن إيه، الحاجات يعني الحوض بقى من تحت وكده، والحاجات والسيراميك اللي جنب الحوض والكلام ده كلّه، والحنفيات بتاعة الحوض من تحت والكلام ده كلّه، لأ ده كده مرّة كل أسبوع. آآ بينضّفوا التنضيفة الحلوة دي، علشان دايمًا يبقى حمامنا نضيف كده وبيلمع وزي الفل. طبعًا لو أنتِ لسه أول مرّة تشوفي القناة بتاعتي وما تعرفينيش، أنا اسمي عبير، ودي قناة يوميات بيرو. طبعًا عايزاكِ تشتركي في القناة لو أنتِ أول مرّة تشوفيني وتنوريني وعيلتي تكبر أكتر وأكتر بيكِ إن شاء الله. وطبعًا وجودِك على راسي من فوق. يعني عايزة أقول لكم إن أنا باحبكم كلكم والله العظيم كلكم جدًا، جدًا، حتى من ورا، يعني من ورا شاشة كده وتليفون والكلام ده كله وكاميرا والكلام ده كله. بس والله العظيم أي واحدة بتكتب لي comment كده أو بتعمل لي like، ربنا يا رب يكرمكم، باحبكم جدًا، 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 لإن هو جبر الخواطر ده بيخلّي الواحدة تبقى فرحانة ومبسوطة، فدي حاجة حلوة جدًا، جدًا، جدًا. ربنا يكرمكم جميعًا يا رب. ده بيحسسني كمان إن أنا باعمل حاجة الناس حاباها والناس حابة إن هي تشوفها، فمجرد إن أنتِ بتعملي لي like فأنا يعني خلاص بابقى حاسة إن أنتِ خلاص عجبِك الفيديو، فدي أكبر حاجة بتوصّلني، حتى لو أنتِ مش هتعملي comment، مع إن الcomment بيفرق جدًا، جدًا في نفسيتي، وبيخلّي المعنويات تترفع أكتر وأكتر يعني، وبتخلّيني أتشجع إن أنا أعمل فيديوهات وكده. بس برضه أنتِ لمّا بتعملي لي like بيبقى خلاص يعني يعني في حد، حتى لو واحدة فيكم بس بتعمل لي like، خلاص في واحدة عجبها الفيديو بتاعي، فدي بالنسبة لي بتبقى حاجة فرحانة جدًا. طبعًا أتمنى إن أنتم كلكم تعملوا like، لإن أتمنى إن أنتم كلكم تكونوا حابين الفيديوهات بتاعتي وكده، فدي حاجة هتشرّفني طبعًا وهتبسطني وهترفع من معنوياتي وهتخلّيني أتشجّع أكتر، أكتر إن أنا أعمل فيديوهات وكده. أنا عارفة إن أنا لسه جديدة وكده، بس يعني حابة طبعًا إن إحنا كلّنا نبقى يعني عيلتي تكبر وأخواتي يكتروا معايا في القناة ويتكلّموا معايا ونتكلّم مع بعض ويسألوا عليّا لو غِبت ويشوفوني مثلًا. يعني عارفين الحاجات اللي بتبقى مخلّية الواحدة مبسوطة وفرحانة إن في حد بيسأل عليها وعايز يعرف أخبارها وعايز يعرف هي راحت فين واتأخّرت في الفيديوهات ليه وأخبارها إيه أنا باحب كده، أنا حابة إن يعني أنا نِفْسي تكونوا إخواتي ويعني وتشاركوني الحاجات دي وتفرحوا مثلًا لحاجة بتفرّحني وتزعلوا لحاجة زعّلتني، تسألوا عليّا مثلًا لو أنا تعبانة، الكلام ده كُلّه. فأنا نِفْسي بصراحة في حاجة زي كده.
طبعًا في اخوات ليّا هنا طبعًا وجودهم طبعًا على راسي من فوق، وباحبهم جدًا، 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 وبيسألوا عليّا وبيشوفوا يعني بيشوفوني مثلًا أنا غِبت ليه على الفيديوهات، لو غِبت مثلًا يوم أو 2 بيقولوا لي: "أنتِ فين مثلًا يا عبير؟" طبعًا باحبكم جدًا، جدًا، جدًا كلّكم، والله العظيم باحبكم فعلًا، فعلًا حرفيًا والله العظيم، والله العظيم من غير ما أشوفكم ربنا يعني هيسألني على الحلفان ده، باحبكم جدًا، جدًا، جدًا. فطبعًا اللي لسه رغيت معاكم كتير أوي، اللي لسه أول مرّة تشوف القناة بتاعتي وحابة القناة بتاعتي يا ريت إن هي تشترك وتعرّفني كمان اسمها، تكتب لي اسمها في التعليقات علشان أدخل أرحّب بيها. طبعًا زي ما أنتم ما شايفين كده أنا أخدت جنب يا بنات، أنا لمّا بادخل الحمام بصراحة باخد جنب كده أخلّص كل حاجة فيه، زي بالضبط ما باعمل في المطبخ. أنا لمّا باحب أدخل الحمام أو المطبخ، باحب آخُد جنب كده من الحيطة، يعني من السيراميك أخلّص كل حاجة موجودة فيه. طبعًا خلّصت الحوض والجنب بتاع الحوض ده بكل حاجة بقى موجودة فيه تحت الحوض، الصبّانة اللي هي صفاية الصابون اللي هي بتاعة الصابون دي، كمان اللي هو الرف بتاع اللي إحنا بنحُط عليه الشامبوهات والحاجات دي كُلّها، كل المكان ده يا بنات أنا غسلته بالحنفيات اللي موجودة بكل الكلام ده كُلّه، غسلت الحيطة دي ونضّفتها معايا كويس جدًا، جدًا، وكمان عملتها كده يعني نزّلت الصابون كُلّه ونضّفتها وخليتها زي الفل تمام، وبعد كده دخلت بقى على الجنب يا بنات اللي هو بتاع التولد ده أعزكم الله، فباخده من فوق كده، يعني باخد من أول فوق بانزل لحد تحت كده، يعني باخد من مرحلة من فوق كده بانزل لحد تحت. طبعًا في من فوق بقى خالص ده باطلع بقى على التولد بقى يا بنات وإيه وباغسل الحيطة يعني السيراميك من فوق، وده مش باعرف أجيبه معاكم يعني، بس باغسل طبعًا السيراميك بتاعي من فوق عشان تبقى كل الحمام معايا نضيف ومِيّة فل و10 يعني. المهم باخد جزء كده، جزء كده، بس يا بنات خلّي بالكم لمّا تيجي تغسلوا التويلت طبعًا إحنا بنغسل التويلت بإسبونشة تانية خالص، يعني مش بتاعة اللي إحنا بنغسل بيها السيراميك خالص، يعني أنتم لو أخدتوا بالكم هتلاقوني اشتغلت بإسبونشة تانية، الإسبونشة دي يا بنات أنا باكون حاطة فيها مَيّة وكلور وحاطاها على جنب كده، باكون معقّماها لإن إحنا طبعًا التويلت بتاعنا على طول بيتغسل. والفرشة برضه بتاعة التويلت يا بنات برضه باحط فيها كلور كده وباغيّر المَيّة بتاعتها وباحط فيها مَيّة وكلور، وباحطها كده تبقى متعقمة معايا عشان كل حاجة تبقى نضيفة كده يا بنات وزي الفل، لإن بامسك حاجات بإيديّا وكده، فتبقى الحاجات معايا متعقمة. طبعًا موضوع التويلت بقى وبنات تقول لي مثلًا أنتِ بتصوّري التويلت أو بتجيبي التويلت وبتصوّري الحمام ومش عارفة إيه، يا بنات أصل الحمامات دي كلها موجودة في بيتنا، إحنا كلنا عندنا حمامات، وموضوع بقى إن أنتِ تقومي تعملي الحمام ساعات الواحدة كده بتكسل وما بتبقاش يعني ما فيش عندها جرعة النشاط اللي عارفين في ساعات الواحدة بتبقى محتاجة جرعة كده من النشاط، فما بتبقاش موجودة، فإحنا إيه لمّا باصوّر الحمام وكده، فأنا بادّيكِ جرعة نشاط، إن أنتِ تقومي تتشجعي وتقومي مثلًا تخلّصي الحمام، أنا عارفة إن الجو فيه تكتكة جامدة أوي وفيه سقعة جامدة، بس إيه لمّا بنشوف الفيديوهات دي بصراحة وأول ما بنحط إيدينا في المَيّة كده لأ بصراحة بنتشجّع وبنقوم وبنعمل. أنا واحدة عن نفسي يا بنات لمّا باجي أعمل أساسًا يعني أنا لمّا باجي أشتغل في البيت لازم إيه، آخُد شوية جرعة نشاط كده من أي واحدة باحبها على اليوتيوب، في بنات طبعًا كتير جدًا محترمات كويسين جدًا، جدًا وباحبهم، فيعني باتفرّج عليهم من ضمنهم طبعًا شروق علام. اللي ما يعرفهاش ودودو شانل، البنات اللي هي بقى لها فترة دي على اليوتيوب باحبهم جدًا، جدًا وباتعلّم منهم حاجات، وعلى فكرة يا بنات أنا واحدة يعني زيكم باتعلّم يعني إحنا مش إحنا طبعًا كلّنا والله العظيم شطّار وبنعرف نعمل كل حاجة، بس ساعات الواحدة إيه، بتبقى يعني في معلومات إحنا ما بنعرفهاش يا بنات، في حاجات إحنا ما بنبقاش عارفينها مثلًا زي هانضّف مثلًا إزاي، أنا هاعمل ده إزاي، ممكن تبقى طريقة التنضيف أنتِ ما أنتيش عارفة هي بتتنضّف إزاي. مش آخدة بالِك، يعني بنبقى ساعات مش آخدين بالنا من حاجة، بنبقى مش عارفين حاجة، بنبقى يعني ناسيين حاجات، في بنات قدّنا وأصغر مننا بيعلمونا عادي، أنا ما عندناش مشكلة في الموضوع ده، إحنا نتعلم عادي، في حاجات طرق للتنضيف سهلة جدًا، جدًا بتخلّينا ننضّف بكل سهولة، إحنا ممكن نعمل حاجة أسهل من دي، لأ ممكن آخد الطريقة دي، لأ الطريقة دي سهلة، فاهمين؟ هي دي الفكرة في الموضوع، هو ده الفكرة يا بنات في أي محتوى قناة واحدة بتقدّم يعني محتوى في تنظيفات مثلًا أو روتينات أو الكلام ده كلّه، هي عايزة تقدّم فكرة أو تقدّم حاجة أو تقدّم حتى لو هو تشجيع، حتى لو هي بتدّيكم حاجة بسيطة جدًا، جدًا، بس لأ، يعني هي بتقدّم لكم حاجة لو حتى فيها تشجيع، فعايزاكم طبعًا يا بنات تجبروا بخاطر كل واحدة على اليوتيوب يعني بتقوم في عِز البرد تنضّف وتعمل علشان يعني حتى لو أنتم هتستفادوا بأي فكرة بسيطة، أي حاجة بسيطة، أي معلومة بسيطة،
يعني تتشجعوا مثلًا تقوموا تعملوا أي حاجة، فدي حاجة طبعًا لازم تقدّروها ولازم تحترموها، ولازم يعني تجبروا الخواطر، لإن جبر الخواطر بيبقى من الحاجات بصراحة المهمة جدًا، جدًا في حياتنا، اللي إحنا لازم دايمًا نجبر الخواطر. طبعًا بناخد ثواب كبير جدًا، جدًا على جبر خاطر أي واحدة يعني بتعمل قناة، بس أنتم عارفين طبعًا في قنوات بُصّوا يعني أي حاجة في الحياة فيها الكويس وفيها الوِحِش، فطبعًا أكيد أنتم هتبقوا عارفين الكويس من الوِحِش، فالحاجات اللي بيبقى فيها حاجات كويسة وبنات محترمة وبنات كويسة، إحنا دول لازم ندعمهم. أنا واحدة باحب إن أنا أجبر بخاطر أي واحدة على اليوتيوب بصراحة، مش عشان أنا والله العظيم فاتحة قناة، أنا من قبل ما أفتح القناة أنا باحب أجبر خواطر أي بنوتة موجودة على اليوتيوب، حتى لو هي بتعمل حاجة بسيطة وده مقدرتها في إن هي تعمل الحاجة دي، أنتم فاهمين؟ فباكبر خاطرها طبعًا، دي حاجة مهمة جدًا، جدًا. أنا قصدي أقول لكم يعني إن إحنا لمّا بنيجي نعمل فيديو، أنا باعمل لِك فيديو عشان تتشجعي وتقومي، مش شرط إن أنا عاملة الحمام إن إزاي وليه وعاملة حمام وخصوصية والكلام ده كله، لأ. أنا باعمل الحاجة دي عشان تتشجعي وتقومي تعملي وتقومي تشوفي مصلحة بيتِك وتشوفي حياتِك، وكمان عايزاكم البنات لمّا تيجوا تعملوا الحاجة اعملوا يعني فكّروا فيها قبل ما تعملوها. إزاي؟ يعني فكّري مثلًا قبلها بيوم، أنا بكرة مثلًا ورايا كذا وكذا وكذا هاقوم أعمله، أنا هاعمل مثلًا بكرة الحمام. أنا يا بنات لمّا باجي مثلًا هافكّر إن أنا هاعمل حمام، أنا مثلًا ما عنديش غير طقم حمام واحد، فاهمين؟ أنا عايزة بس أوصّل لكم حاجة، أنا ما عنديش غير الطقم بتاع الحمام الواحد اللي أنا بافرشه على الأرض ده، ما عنديش غير هو واحد بس، ما عنديش ليه بديل. ف مضطرة إن أنا ده أغسله علشان يبقى معايا نضيف، علشان أنا لمّا آجي أخلّص الحمام لازم أفرش الحمام بتاعي، فباخده قبلها بيوم باغسله معايا كويس جدًا، جدًا، وبانشره بحيث إن هو تاني يوم خلاص أنا هاغسل الحمام، فالحمام بيبقى معايا نضيف، وهكذا برضه الستارة. فدي الفكرة اللي أنا عايزة أوصّلها لكم. طبعًا شُفتوا أنا عملت إيه في الحمام ونضّفته إزاي، والطريقة اللي أنا نضّفته بيها بكل سهولة جدًا، جدًا. وطبعًا مسرّعة لكم الفيديو علشان ما تزهقوش والفيديو يبقى عليكم طويل وكده. طبعًا الحمام زي ما أنتم ما شايفين بقى زي الفل حرفيًا، السيراميك بقى بيلمع. طبعًا أنا غاسلة معاه بتاع الحمام زي ما باقول لكم، غسلت الأرض بتاعتي كويس جدًا، جدًا، لإن طبعًا أنتم شُفتوا كان عليها طين يعني، فأنتم كنتم شايفين الدنيا كانت عاملة إزاي. فطبعًا وغسلت الحوض بتاعي خلّيته زي الفل. أنا باحط يا بنات في المَيّة بتاعتي كلور أبيض، ومعايا كمان مسحوق من اللي هو بتاع الهدوم أوكسي أريال، أي حاجة أنتِ بتستخدميها بقى أو بتحبيها اشتغلي بيها. وكمان يا بنات لو أنتِ عايزة الحنفيات بتاعتِك مأكسدة كده ومش بتلمع، حطي عليها شوية كلور ألوان هيخلّيها زي الفل. ده عن تجربة يا بنات والله العظيم، حطي شوية مَيّة كده وشوية كلور ألوان ومسحوق أنتِ بتحبيه واغسلي بيه الحنفيات، هتبرق وهتبقى زي الفل. بس طبعًا عشان أنا إيدي فيه بتوع على طول فمش مستاهلة يعني. بس يا بنات هو ده كان الفيديو، يا رب يا بنات الفيديو يكون عجبكم، يا رب قدرت أفيدكم بأي حاجة. أشوفكم إن شاء الله بإذن الله في فيديو بتاع على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي.